السلام عليكم ورحمة الله. شايفين الجمال؟ شايفين الطبق الفندقي ده؟ تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة هنجيب الكبة معانا ونحط فيها بصلة واتنين فلفل رومي كبير وطماطميتين كده، وهنضربهم كويس قوي في كبة لحد ما يبقوا ناعمين. نجيب الصينية بتاعتنا ونفضي فيها بقى البصل اللي ضربناه مع الطماطم والفلفل، وهنبتدي بقى نحط البهارات بتاعتنا اللي هنتبل بيها الفرخة. نص معلقة فلفل اسود ونص كمون ورشة بسيطة من البابريكا، ربع معلقة كركم، ورشة بسيطة من بودرة الزعفران. لو عندك زعفران طبيعي حطيه طبعا. وهنحط معلقتين من دبس الرمان ومعلقتين من الخل البلسمك ومعلقة ملح ورشة زيت صغيرة، وهنقلبهم كويس قوي كلهم مع بعضهم. هنا معانا فص ثوم مفروم وممكن تستغني عنه لو مش حباه. ومعانا فلفل اخضر حراق، ده حسب الرغبة برضو، لو عايزة تستغني عنه استغني عنه. نجيب الفرخة بقى بتاعتنا من المحلول الملح اللي كنا نقعينها فيه، فاتحينها كده من الظهر، وهنبتدي نتبلها كويس قوي. ايوه بايدينا كده بقى، ونفضل ندعك كويس قوي لحد ما نتأكد ان التتبيلة وصلت لكل مكان في الفرخة وما بين الجلد واللحم. عندنا بصل قوارمة صغير هنشويه مع الفراخ، وبطاطس مكعبات، وبرضه هنقلبها كويس قوي في التتبيلة، ونتأكد ان البطاطس والبصل اتبلوا كمان زي الفرخة كده.
نبتدي بقى نرص البطاطس والفرخة كويس في الصينية. وهنقفل عليها بقى بالورق الألمونيوم فويل وندخلها الفرن لمدة نص ساعة. وهنشغل الفرن نروح حاطين معاه رز معمر. معانا حوالي كيلو ونص من الرز، غسلناه كويس قوي. وهنحط عليه معلقة ملح، نص معلقة سكر، الكوباية دي كانت نص كوباية قشطة بس سيحناها في الميكروويف فعشان كده بقت سايلة قوي، بس دي كانت قشطة. هنقلبهم كويس قوي. وهنحط عليهم كيلو لبن. بعد ما ظبطنا اللبن بتاع الصينية هنحط عليها مكعب سمنة بلدي على الوش كده. هنتأكد بقى ان هي الملح داب، كل حاجة تمام. وبعد نص ساعة طلعت الفراخ بالشكل ده. وكده كان معانا اسهل طريقة لشوي الفراخ والرز المعمر. وبألف هنا.